في لحظات في حياتنا بنقف فيها ونسأل نفسنا يا ترى لو كنت خدت قرار تاني كانت حياتي هتبقى عاملة ازاي؟ أسئلة بنسألها لنفسنا بشكل مستمر، وكلنا حيرة وأمل وخوف بنفس الوقت من الإجابة عليها. وفي قصتنا اللي هنحكيها النهاردة، وفي ليلة مطرها تقيل والدنيا من حوالين بطلة قصتنا هادية، دخلت أمل في شارع اللي بيدخل فيه مش بيطلع منه زي الأول، شارع بيبدأ بفضول وبيكمل باكتشاف، واكتشاف بيغير كل حاجة. جوه مكتبة اسمها مكتبة الأقدار. بس قبل ما ندخل جوه مكتبة الأقدار ونعرف إيه حكايتها، نصلي الأول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحط اللايك اللي بيفرق مع المحتوى ويخليه مسموع لناس أكتر. واللي لسه مش مشترك بقناتي ياريت يشرفني بالاشتراك. ويلا بينا نسمع الحكاية للنهاية وندخل جوه مكتبة الأقدار. بس خليك واعي، الخروج مش دايما سهل والمعرفة ليها تمن. كان يا مكان في يوم من الأيام كان في بنت اسمها أمل، بنت عادية جدا، أو على الأقل ده اللي كانت شايفاه في نفسها. عندها 35 سنة، شغالة في مكتب محاسبة ممل، وكل يوم بتصحى تروح شغلها وترجع كأنها في دايرة مفرغة. حلمها من صغرها كان إنها تبقى كاتبة مشهورة، تكتب روايات وتلهم الناس وتأثر في حياتهم. بس كان جواها دايما شك بقدراتها دي، مع دوامة تانية إنها لازم تشتغل وتصرف على نفسها وأسرتها، خلوها في الآخر تدفن الحلم ده وتنساه. ودايما كانت بتسأل نفسها يا ترى لو كنت خدت المنحة وسافرت، لو كنت اتجوزت عمر بدل ما سبته ومشيت. أسئلة كتير كانت حيرة جوه قلبها المرهق، والندم كان زي الظل ماشي وراها في كل خطوة. وفي ليلة مطرها نازل كأن السما بتعيط على حالها، كانت أمل ماشية من غير هدف بعد يوم شغل طويل وسخيف. وسط الضلمة لمحت نور خفيف طالع من بين مبنيين مهجورين. بدأت تقرب من النور ده ولقت يافطة مكتوب عليها مكتبة الأقدار، عيش الحياة اللي كان ممكن تبقى ليك. ضحكت كده بصوت خفيف وقالت لنفسها هو أنا ناقصني جنان كمان؟ بس الفضول كان أقوى من المنطق والعقل، فدخلت المكان الغريب ده اللي أول مرة تلمحه في طريق رجعتها لبيتها. وكان فعلا مكان غريب، مليان رفوف ممدودة إلى ما لا نهاية، وكتب جلدها لامع كأنها معمولة من ظهر التماسيح. وورا الكاونتر كان في راجل عجوز، دقنه بيضة وعينه فيها لمعة غريبة وغمضة. بص ليها وقال لها بهدوء أهلا يا أمل، اتأخرتي بس لسه قدامك فرصة. بصت له بذهول وقالت إزاي بتعرفني؟ رد وهو بيشاور على الكتب دي كلها عنك، كل كتاب فيهم حياة من حياتك اللي ممكن كانت تحصل. اختاري بس خدي بالك، كل ما تقري أكتر كل ما هتبقي جزء منها. في الأول أمل خافت من كلامه وقلبها اتقبض، بس كان الفضول جواها أقوى من أي خوف. وبدأت تقرب من أول رف ومسكت كتاب مكتوب عليه أمل منحة باريس. أول ما فتحت الكتاب اتحبست أنفاسها، الدنيا حواليها اتمسحت، ولقت نفسها وسط شقة فرنسية كلاسيكية فيها شباك كبير بيطل على نهر السين، والستارة بتتحرك مع الهواء، وسمع صوت المدينة من بعيد، وورق جرايد قديم بيقع على الأرض بفعل الريح. وعلى المكتب في روايتها التانية مكتوب عليها الأكثر مبيعاً في أوروبا. كل الناس بتسقف في حفلة التوقيع، الصحفيين بيسألوها عن سر الإلهام وهي بتضحك بثقة. بس فجأة الكاميرات بتتقفل والكل بيمشي، وأمل بقت لوحدها قاعدة في شقتها الفخمة، بس من غير ضحكة ولا جوز ولا صحاب ولا ولاد. وده كان تمن النجاح والشهرة، التمن الغالي لكل حد معروف، الوحدة والفراغ. قفلت الكتاب بسرعة وصرخت كفاية، وإيديها كانت بتترعش، وراحت ناحية الكتاب التاني وكان مكتوب عليه أمل أم وزوجة.
المشهد اللي شافته بعدها كان دافي، بيت صغير في الضواحي، ريحة أكل طالع من المطبخ، وجوزها عمر داخل عليها وهي في المطبخ بتطبخ وعلى وشه ابتسامة جميلة وهادية، وطفلتهم الصغيرة بتجري في الصالة. ضحكت من قلبها لأن ده اللي كانت بتحلم بيه، دفى، حب وأمان. لكن بعد أيام من العيشة دي بدأ يبان الجانب التاني. أمل قاعدة لوحدها في أوضتها، الدموع في عينيها وهي بتبص على دفتر فاضي وقلمها مركون على جنب، وحلم الكتابة مات. كانت بتسأل نفسها أنا سعيدة ولا نسيت أنا مين؟ قفلت آخر صفحة بالكتاب وحست بحزن كبير، بس فضولها خلاها تروح للكتاب الثالث وجواها أمل جديد. يمكن ده الكتاب اللي جواها القصة اللي بتحلم بيها ويحقق لها السعادة والكمال. وكان مكتوب عليه أمل الطاهية النجمة. نقلها الكتاب لعالم تاني كله أضواء، مطبخ مفتوح، كاميرات بتصور، وجمهور بيهتف باسمها شيف أمل، شيف أمل. الأطباق بتاعتها بتدخل موسوعة الأكل وقنوات العالم كلها عاوزاها. لكن في الكواليس كانت بتنهار من الضغط، من المواعيد الكتير وساعات النوم القليلة طول اليوم، يدوبك ساعتين بس في يومها. قلبها بقى مرهق ومعدتها بتوجعها وهي بتدي ابتسامة مزيفة. كل حياة كان فيها حلو ومر، فرح وجع، ما كانش فيه مسار كامل. وبعد ما قرت أكتر من 7 كتب كل واحد فيهم شدها جوه حياة وحكاية جديدة فيها نجاحات وإخفاقات وسعادة وحزن وألم، حست كأنها مش قادرة تختار أي حياة فيهم. فقعدت على الأرض وسط الكتب وشها مليان بالدموع، وهمست لنفسها بصوت مخنوق كل طريق فيه تمن، فيه فراغ، فيه حاجة ضاعت. أنا طول عمري بدور على الكمال بس يمكن هو مش موجود أصلا. أمل كانت تايهة جوه المكتبة دي لأيام ومعرفتش بالظبط هي قعدت فيها قد إيه. في الآخر وهي قاعدة على الأرض وسط الكتب قالت طب يعني إيه؟ كل الطرق فيها ندم، طب أنا أختار إيه؟ في اللحظة دي الراجل العجوز ظهر من تاني وابتسم ابتسامة فيها حكمة عمرها 1000 سنة، وقال لها مفيش حياة كاملة يا أمل. السحر مش في إنك تلاقي الطريق الصح، السحر في إنك تختاري طريق وتمشي فيه بكل قلبك وتعيشيه للآخر. الندم بيحب يلعب بعقولنا يا أمل، بس مفيش حياة كاملة أبدا. كل خيار بيسبب أثر، بس الأثر ده هو اللي بيخلقك من جديد. سكت لحظة وبعدين كمل وقال الحكاية مش إنك تبقي مين، الحكاية إنك تختاري دلوقتي طريقك بوضوح اللي هيحدد انتي في النهاية هتوصلي لإيه، وتتحملي كل النتائج اللي ممكن تعيشيها من مكسب وخسارة. بعد ما خلص كلامه أمل قامت ومسحت دموعها وقالت أنا مش ههرب من حياتي تاني، يمكن مش كاملة بس لسه في جوايا نفس ولسه الحبر في قلمي مخلصش. أمل حست بحاجة جواها اتغيرت ورجعت آخر كتاب كان في إيديها وقالت للراجل العجوز أنا جاهزة أرجع للواقع بتاعي من جديد، بس المرة دي هعيش حياتي على طريقتي. خرجت من المكتبة والمطر كان وقف وريحة التراب اللي بعد المطر كانت واضحة، وحست وقتها أمل كأنها بداية جديدة في حياتها. مشيت بسرعة ورجعت للبيت، طلعت الكشكول القديم بتاعها من تحت السرير ومسكت القلم وكتبت من تاني، مش عشان تبقى مشهورة ولا عشان حد يقول عنها كاتبة عظيمة، كتبت عشان هي دي الحاجة اللي هي بتحبها، عشان الحلم اللي نام جواها سنين وصحي أخيرا. وبعد التجربة دي خرجت أمل من مكتبة الأقدار مش زي ما دخلت، ما كانتش لسه كاتبة مشهورة ولا أم ولا طاهية، لكنها أخيرا عرفت قيمة اللي هي عليه. فهمت إن الحياة مش مسابقة للكمال، وإن كل قرار حتى لو فيه وجع هو جزء من حكايتها، وإن الندم مش هيرجع لحظة، لكن الاختيار دلوقتي ممكن يخلق لحظات جديدة تستحق تتعاش. أمل ما اختارتش حياة مثالية، لكنها اختارت تبدأ تكتب حياتها بإيديها من غير خوف، من غير مقارنة، ومن غير هروب. مسكت القلم وابتسمت وقالت لنفسها يمكن الحلم اتأخر
بس عمره ما مات، والحياة لسه في أول السطر. وبكده تكون خلصت قصتنا في مكتبة الأقدار. وشوف انت عاوز تعيش حياتك ازاي، بس بلاش تدور على حياة كاملة ما فيهاش لا مشاكل ولا أحزان. واستنوني مع حدوتة جديدة من حواديت سارونا، حواديت دايما فيها عبرة وحكمة من قلب الحكاية.